خلينا متفقين إن شركة والت ديزني بكل أفلام الكرتون اللي قدمتها لينا شكلت جزء كبير من طفولتنا. مين فينا يقدر ينسى علاء الدين ومغامراته مع المصباح السحري اللي كملت معانا لتلات أجزاء كانوا من أنجح أفلام ديزني. مش بس عالم علاء الدين اللي حبيناه، احنا كمان حبينا سنو وايت وكرهنا مرات أبوها اللي كانت بتكرهها وبتغير منها. وفي نفس الوقت كلنا اتعاطفنا مع الأمير اللي اتحول لوحش بسبب لعنة ساحرة. لكن مفيش حد فينا يقدر ينكر إنه حب شخصية بيل واتمنى فتاة أحلامه تكون شبهها، جميلة وذكية ومثقفة وهادية. طيب ايه رأيكم بقى ان شركة ديزني جمعت كل القصص دي وشوية قصص تانية معاها كمان وربطوهم ببعض في عالم فانتازي كده اسمه وانس ابونا تايم؟ بس قبل ما اكلمكم عن المسلسل ياريت كل واحد فيكم يكون جاهز كوباية الشاي لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية. الحكاية بتبتدي في يوم 23 أكتوبر سنة 2011 لما بتتعرض أول حلقة من مسلسل وانس أبونا تايم على قناة اي بي سي. وقتها الجمهور كله انبهر بالمسلسل. المسلسل قدم معالجة مختلفة تماما لكل القصص اللي قدمتها ديزني لينا في أفلام الكرتون اللي اتقدمت قبل كده. يعني مثلا المسلسل تعمق لينا في شخصية ريجينا وعرفنا هي ليه بتكره سنو وايت كل الكره ده، والصراحة هي عندها حق، سنو وايت بسببها اتقتل دانيال حبيب ريجينا. عايز اقول لكم ان اول حلقة في المسلسل انا بعتبرها من اقوى البدايات اللي اتقدمت في الدراما الامريكية. يعني لو جيت مثلا قارنت بداية لعبة العروش ببداية وانس هتلاقي ان اول حلقة من لعبة العروش كانت هادية وبطيئة نوعا ما. بالمختصر كده جورج ار مارتن كان لسه بيفرش لعالم الفانتازيا المظلم اللي هو هيقدمه في المواسم اللي بعد كده. لكن في وانس ابونا تايم اول حلقة حكت لينا القصة كلها ودخلتنا في الاحداث على طول لما شفنا ريجينا بتلقي اللعنة السوداء على أرض الغابة المسحورة عشان بعدها تتنقل كل الشخصيات الخيالية للعالم الواقعي بتاعنا. ولما بيوصلوا للعالم الواقعي بتاعنا بيفقدوا كمان ذاكرتهم في العالم ده باستثناء ريجينا. أحداث المسلسل كلها بتدور في بلد ستوري بروك وبتكون ريجينا هي عمدة البلد دي. بس يا ترى هل في أمل إن في حد يحل اللعنة دي؟ أكيد طبعا، مفيش لعنة ما بتنكسرش. إيما سوان هي المنقذة وهي اللي تقدر تشيل اللعنة. إيما بالنسبة لي هي الشخصية الرئيسية اللي ما ينفعش تقول عنها إنها البطلة اللي داير حواليها الحدوتة. هو الموسم الأول بس اللي كان قايم عليها، وكمان الشخصية ما كانتش مكتوبة بشكل فيه عمق، على عكس مثلا شخصية رامبل ستليسكين اللي بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير هي أحسن شخصية في المسلسل، وأكيد طبعا من أسباب نجاحه. طب إيه السبب اللي خليني أحب شخصية رامبل أوي كده؟ رامبل لا هو طيب ولا هو شرير، نقدر نقول عليه أنتي هيرو، حاجة كده زي ديد بول. كمان قصة رامبل لما قابل العرافة وقالت له إن هو هيموت في حرب الغيلان ومش هيربي ابنه دي كانت من أصعب الحاجات على رامبل. بعدها رامبل كسر رجله عشان ما يروحش الحرب وبيعيش بعدها قدام الناس زي الجبان، ومفيش حد فيهم بيصدق قصته مع العرافة. وأولهم طبعا مراته اللي بتسيبه وبتسيب ابنهم وبتخونه وبتروح مع كابتن هوك. تحول رامبل لشخصية الدارك وان كانت من أحسن الحاجات اللي حصلت في المسلسل. زي ما قلت لكم قبل كده وانس ابونا تايم قدم لينا معالجة مختلفة لكل قصص ديزني اللي شفناها في افلام الكرتون قبل كده، وده اللي شفناه في قصة الجميلة والوحش. بيل في المسلسل هي اللي راحت مع رامبل القصر بإرادتها، ورامبل كان مشغلها خدامة عنده في القلعة. المختلف عن قصة ديزني ان الوحش هنا مش امير، وفي نفس الوقت الوحش كان فرحان بلعنته وشايفها نعمة. How did it feel to use magic? You do. ورامبل ما كانش مستني بيل ولا حد تاني يحرره منها. كمان قصة حب بيل ورامبل كانت جميلة جدا. بيل حبت رامبل لروحه مش لشكله او لمظهره، وكانت حاسة طول الوقت ان رامبل جواه خير محتاج ان حد يخرجه، وكانت هي السبب ان رامبل يرجع لطبيعته الخيرة من تاني. طيب اتكلمنا كتير عن رامبل، نيجي بقى لريجينا اللي برضه ناس كتير بتشوفها تاني احسن شخصية في المسلسل بعد رامبل ستريسكين. في فيلم الكرتون بتاع سنو وايت شخصية ريجينا ما كانش ليها أي تعريف، ولا شفنا نبذة قوية عن حياتها قبل ما تتجوز الملك، ولا عرفنا حتى هي ليه بتكره سنو وايت كل الكره ده. في فيلم الكرتون بتاع ديزني الشخصية اتقدمت إنها بتكره سنو وايت عشان هي أجمل منها، لكن في وانس ريجينا كانت بتكره سنو وايت لأنها السبب في موت حبيبها دانيال.
وبسبب كده ريجينا بتقرر انها تنتقم من سنو وايت اشد انتقام، وعشان تموتها بتعمل زي ما حصل في الفيلم الكرتون وبتجيب تفاحة. بس يا ترى هي جابت التفاحة دي ازاي وجابتها منين؟ وفي الحلقة دي بيحصل اول ربط ذكي ومنطقي من قصص ديزني. في الحلقة دي بنشوف ريجينا بتخطف ابو هانسل وجريتل وبتطلب منهم انهم يروحوا البيت الساحرة اللي بيتها مصنوع من الحلويات، وهناك بيلاقوا هانسل وجريتل الساحرة وبينجحوا في الاخر انهم يجيبوا التفاحة لريجينا. ريجينا بالنسبة ليا هي أكتر شخصية عانت في المسلسل ده. كل الشخصيات لقت النهاية السعيدة بتاعتها. لما حبت روبن هود بعد دانيال، روبن كمان مات، بس المرة دي حبيبها مماتش بسبب سنو وايت، ده مات بسبب إيما سوان بنتها. من الحاجات اللي معجبتنيش في المسلسل إنهم في البداية قدموا لينا شخصية بنوكيو على إنها شخصية رئيسية، وده اللي ظهر لينا في الموسم الأول من وانس. كمان طول الوقت كان بيحاول يفكر إيما إنها المنقذة وإن في لعنة في البلد هي اللي تقدر تشيلها. ظهور شخصية بونوكيو كان قوي جدا في الموسم الأول، معرفش ليه في المواسم اللي بعد كده الكتاب قللوا مساحة دوره وهمشوها وخلوا شخصيته بعد ما كانت رئيسية بقت شخصية جانبية. من الحاجات اللي ميزت مسلسل وانس إنه كان في كل موسم فيه شريرين، يعني مثلا في الموسم الأول عندنا ريجينا ورامبل، تاني موسم كانت الملكة الحمراء، وبعد كده جريج وتمارا. الموسم التالت بقى قدم لينا شخصية الشرير الأكبر بيتر بان. يا جماعة بيتر بان هنا كان بيخطف الأطفال لنيفرلاند وبيحبسهم هناك. بصراحة المسلسل ده غير وجهة نظري عن بيتر بان. حلقات نيفرلاند كانت من أقوى الحلقات اللي حصلت في المسلسل. بعد كده في النص التاني شفنا شخصية الساحرة الخضراء اللي جاية من عالم أوز، واللي بنعرف بعدها إنها أخت ريجينا، ودي كانت بالنسبة ليا مفاجأة كبيرة. في الموسم الرابع بقى بنشوف ظهور لشخصية فروزن، وبتكون عمتها ملكة التلج هي الشريرة. في الوقت ده الناس كانت منبهرة بشخصية فروزن بعد ما شافوها في فيلم الكرتون بتاعها، فصناع المسلسل قرروا يدخلوا شخصيتها في الموسم الرابع ويستغلوا شعبيتها. ناس كتير كانت شايفة ان المسلسل كان لازم ينتهي عند الموسم السادس، وانا منهم، لان بصراحة القصة بتاعت المسلسل كانت اتقفلت والكل حب النهاية السعيدة اللي انتهت بيها احداث المسلسل مع الموسم السادس. انا معجبنيش خالص خط هنري مع بنته. الموسم السابع حرفيا كان كارثة، وهو اقل مواسم وانس. تحس ان المسلسل في الموسم الاخير فقد بريقه وكان رتمه بطيء وممل، باستثناء اخر 6 حلقات اللي رجعوني لاجواء وانس القديمة. I wish you were with me now. Elsa, come on. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.